عايزين نتكلم النهارده على مشكله قد تكون بعض الناس قد يرون انها تمس الامن القومي بشكل هام، ولكن انا ارى الحقيقه انها لها اهميه كبرى وتمس الامن القومي بشكل مباشر. الحقيقه عايزين نتكلم عن موضوع النوبه. النوبه، اهالي النوبه كما تعلمون موجودين في جنوب مصر على الحدود المشتركه مع السودان. تأثروا تأثير كبير عندما تم بناء السد العالي وتم تهجيرهم من أماكنهم إلى أماكن أخرى. هذه الأماكن راحوا واستوطنوا فيها، يرون أن هذه الأماكن ليست على ما يرام، يريدون أن يكونوا بجوار المياه لأنهم طول عمرهم عايشين بجوار المياه. يعتقدون أن هذه المساكن لم تكن بشكل جيد مناسبة في منطقة إدفو. الحقيقة هم راحوا لمنطقة إدفو، أتصور أن لهم مطالب مشروعة. لذلك هل يجب أن ننظر إلى المشكلة النوبية بشكل أكثر جدية؟ أنا أعتقد أنه يجب علينا أن نهتم بالمشكلة النوبية أكثر مما هو نهتم به الآن. نعم، هناك اهتمام بالمشكلة وهناك أذان صاغية لبعض من يقولون أن المشكلة النوبية مشكلة ساخنة. أنا أعتقد أنها مشكلة ساخنة ويجب عمل حلول جذرية لها. الحلول المؤقتة قد استمعوا إليها كثيرا وقد وعدوا كثيرا ولم يتم تنفيذ إلا جزء من هذه الوعود. أنا أعلم تماما أن هناك دول كثيرة تحاول تدويل هذه المشكلة. نعم، هناك اتصالات قد تمت ببعض العناصر النوبية الموجودة في أوروبا، تحديدا في النمسا وفي دول أخرى. أنا أعلم ما تم فيها. يحاولون أن يقنعوهم بتدويل المشكلة، يحاولون أن يخرجوا بهم إلى العالم ويحاولوا أن يظهروا هذه الأصوات في دول أخرى. النوبيين يرفضون ذلك، النوبيين المصريين الوطنيين يرفضون ذلك، يرفضون فكرة التقسيم التي حاليا الكثير من الوجهات النظر الأجنبية يحاولون الآن بث هذه السموم في بعض الأذهان النوبية، أنه يجب عليكم الاستقلال بأرضكم، يجب عليكم أن تكونوا دولة مستقلة، يجب عليكم أن تقسموا أرضكم من أرض الشعب المصري. النوبيين الشرفاء يرفضون ذلك، وأنا على اتصال بهم وسمعت الكثير منهم، جميعهم وطنيون، جميعهم يحبون هذا البلد، يرفضون فكرة التقسيم. ولكن علينا أيضا وعلى الدولة أن نستمع إليهم بإصغاء، علينا أن نحل مشاكلهم، لأن مشكلتهم مشكلة جزء من مشكلة هذا الوطن. هل المشكلة النوبية تؤثر على الأمن القومي المصري؟ الإجابة بنعم. هل يجب علينا الاهتمام بها؟ الإجابة بنعم. هل يجب علينا الاهتمام بها الآن؟ أنا أعتقد أنه يجب علينا الاهتمام بها من أمس. نحن قد تأخرنا في حل المشكلة النوبية، ويجب علينا أن نقوم بواجباتنا أمام النوبيين اللي هم مصريين قبل أن يكونوا نوبيين.